الإخوة مؤسسي ندوة أو منتدى شعب الإبداع، والأخوة والأخوات الضيوف والضيفات، كل عام وأنتم بخير. منتدى شعب الإبداع مجموعة من الشعراء الذين نحسبهم على قدر كبير من التميز، يحاولون محاولة حثيثة للارتقاء بالشعر، والارتقاء من خلال الشعر برسالة الكلمة المفروضة والمفهومة. كل شاعر من شعراء منتدى شعر الإبداع يستطيع أن يقيم ندوة كاملة ومفصلة، ونحن لا نجامل أحد. كل منكم قادر على أن يمتطي صهوة الإبداع ويثبت للناس أنه فارس بلا منازع. وشعلة الإبداع مجموعة مغلقة، ومفتاح شعلة الإبداع هو الإبداع الحق. تستطيع شعلة الإبداع أن تحتوي كل من ينضم إليها من الشعراء المتميزين، بشرط أن يقدم إبداعه المتميز إلى مجلس إدارة شعلة الإبداع، وبشرط أن يعتمد من مجلس الإدارة كشاعر متميز له إبداعه الحقيقي الذي يجبر القلوب والعقول على أن ترهف السمع له، وهذا الإبداع الذي يجعله جدير بأن ينحت لنفسه تمثالا على منصة العظماء من المبدعين كصاحب هذا المتحف. شعلة الإبداع تبتعد أو تنأى بنفسها عما تضج به الساحة المتشاعرة من المتشاعرين والمتشاعرات وأنصاف المواهب وأدعياء الإبداع. فنستطيع أن نقدم كل عضو من أعضاء منتدى شعلة الإبداع بفخر وزهو، باعتبار أننا نقدم للناس وجبة دسمة جديرة بالاحترام وجديرة بالاستماع وجديرة بالتقدير. ولذلك نحن ننأى بأنفسنا عن كل المنتديات التي فيها إسفاف إبداعي أو إسفاف من نوع آخر. نريد أن نفعل شيئا الذي يدفعنا هو لئن تضيء شمعة خير من أن تلعن الظلام من حولك. هذا التعريف. الهدف هو الارتقاء كما قلنا، وكيفية الانضمام يمكن لأي مبدع أن يفرض نفسه وأن يجد قلوبنا مفتوحة وعقولنا مفتوحة لإبداعه، بشرط أن يمثل إضافة كبيرة إلى شعلة الإبداع. نحن لا نضم إلى شعلة الإبداع أنصاف الموهوبين، لا نضم إلى شعلة الإبداع من لا يضيف إلى شعلة الإبداع، ولكن نأخذ بأيدي الذين يحبون على عتبات الأولى لسلم الإبداع في ورش سوف نصنعها لذلك. نجلس إليهم ونعلمهم كما علمنا أساتذتنا. فنحن لم نبدأ شعراء، وإنما بدأنا نحاول كتابة الشعر، ولا ننسى أناسا كثيرين أخذوا بأيدينا. ولكن لشعلة الإبداع جانب نقدي وجانب إبداعي. الجانب النقدي ستكون هناك ندوات نقدية لمناقشة أعمال، ورشة عمل لتقديم المبدعين أو صغار المبدعين ومناقشة إبداعاتهم والأخذ بأيديهم. ستكون هناك ندوات حول مناقشة ديوان، حول ندوة في فن العروض، ندوة في تحقيق التراث، وغيرها من الندوات، دراسة في المرأة في شعر فلان، الوطنية في شعر فلان. سوف يحاضر فيها من يقدر على المحاضرة من مؤسسي الإبداع أو من نستضيفهم من أساتذة الجامعات أو من النقاد.
شعلة الإبداع أيضا تطمح لأن تغطي الجمهورية بندوات متنوعة. سوف يحرص كل من ينضم شعلة الإبداع أن يشكل لها ندوة في نطاق تميزه الشعري. أنا من المنصورة، أستطيع أن أصنع شعلة الإبداع ندوة في المنصورة. أستاذ عصام بدري يستطيع أن يشكل لنا ندوة في مكان آخر. الأستاذ خالد، وهكذا، يعني على سبيل المثال. وشعلة الإبداع أيضا ستجعل جدول بحيث للذين سيلقون الشعر. لا نريد أن تترك الأمور للصدفة، للظروف، لما تجري به المقادير. نحن لا نخرج من تحت عباءة القدر، ولكن يجب أن ننظم أعمالنا. اليوم ندوة لمجموعة من الأسماء، لن يلقي شعرا في الندوة إلا هذه الأسماء، ثم بعد ذلك، بعد أن تلقى هذه الأسماء الشعر، وهي أسماء ليس شرط أن ألقي أنا الشعر ولا الأستاذ أشرف، لكن الذي أختير وأعلن عنه هو الذي يلقي الشعر. ما تبقى من وقت نستضيف فيه ضيوفنا من المبدعين لنستمع لإبداعهم ونمتع أنفسنا بإبداعهم الذي قد يفوق إبداع مؤسس شعر الإبداع. نحن لا نحتكر الإبداع، ولكن نحن نحرص على تميز ما نقدمه في وسط هذا الكم من الهتاف، ووسط هذا الترهل الثقافي والترهل الفكري والترهل الإبداعي. هذه ناحية. الناحية الأخرى أيضا تسعى شعلة الإبداع للإشهار، وهناك خطوات جدية لإشهار شعلة الإبداع، وتسعى أيضا لإخراج منشور دوري يحمل إبداعات المساهمين في شعلة الإبداع. لنا طموحات كثيرة، ولكن تلك الطموحات لن تحدث فيها خطوة إلا بجهدكم، إلا بتساند بعضنا على بعض، إلا بأن يأخذ كل منا بيد الآخر، ولنعلم أن الكلمة رسالة، وأن من أوتي الإبداع وأعطي موهبة يجب أن يوظفها بما يخدم دينه وأخلاقه ووطنه وإبداعه الذي يقف تحت رايته. وشكرا لكم وعذرا على الإطالة.